السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم، وكمان صباح الخير او مساء الخير في الوقت اللي انتم بتشوفوني فيه. وحشتوني كتير كتير كتير، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وبجد يعني الايام بتجري بسرعة قوي قوي قوي، ورمضان يعني مر بسرعة قوي، يعني ما عادش ممكن اسبوعين بالكتير قوي وفوقهم يومين ولا حاجة. فبجد ربنا يبارك لنا في رمضان يا رب، ربنا يبارك لنا في رمضان. زي ما انتم شايفين كده انا كنت جايبه 4 كيلو لبن وايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قلت بقى اما اشيل، طبعا كنت سايباهم في التلاجة يومين، وقلت بقى ايه اما اشيل الوش بتاعهم علشان ان شاء الله العلبة دي تتملت، وان شاء الله هسيحها معاكم ايه وتبقى سمنة بلدي. طبعا احنا ده يعني ايه ان انت تجيبي لبن وتاخدي الوش بتاعه وتستفادي باللبن وكمان تستفادي بسمنه بلدي، ده توفير كبير جدا جدا. انت بتروح النهارده تشتري الكيلو السمنه البلدي عامل ازيد من 200 جنيه، يعني 200 فازيد. فدلوقتي احنا هنعمل ان شاء الله سمنه بلدي من ما فيش من لبن احنا كده كده بنشربه. المهم بدأت ان انا ايه بعاير المج دوت، هعاير 3 مجات وهعمل ايه زبادي. طبعا هو ال3 مجات من دول بيعملوا كيلو، زي يعني ايه كيلو. فهعمل بقى ايه زبادي هيملى ال8 كوبايات اللي بتوع المكنة بتاعت الزبادي. طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اللبن حلو جدا جدا جدا. يا رب يبارك لاصحابه، بجد ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يبارك لاصحابه يا رب. حلو جدا، وطبعا مش مخلوط عليه ميه ولا حاجه. فانت طبعا لو تشتري لبن بلدي اتاكدي من البياع اللي انت بتشتري منه ان هو يكون امين، علشان يديكي شويه لبن ايه زي العسل كده، ويطلعوا لك وش محترم. دي ايه، دي علبة زبادي من اللي هي بتاعت الشركات، طبعا ديت بيبقى فيها خماير، فدي اللي هتعمل لنا ايه الزبادي بتاعنا. قمت حاطه ايه، حطاها دي تقريبا ب5 جنيه، يعني علبة الزبادي اللي انتوا شايفينها دي ب5 جنيه. الله المستعان. وحطيت معلقة ونص سكر، لان ولادي ايه ما بيحبوش اللذعة اللي بتبقى في الزبادي. فايه قلت ايه هي ما بتبقاش مسكرة طبعا، بس ايه بتحوش بس اللذعة اللي بتبقى ايه في الزبادي دي. وطبعا بدأت ان انا اقلب كويس جدا جدا جدا، تتأكدي ان السكر والزبادي اختلطوا باللبن كويس جدا جدا جدا. وكمان ايه، وكمان اللبن ده هيبقى يعني ده مش دافي، يعني اقل من الدافي شويه، يعني تحط صباعك فيه كده تستحمليه، يعني فاتر. علشان ايه طبعا الزبادي اللي هي فيها الخميره طبعا ما تبصش، فلازم ان هو يكون يعني دافي او فاتر، يعني ان انت تحط صباعك فيه تستحمليه. او لو عندك ترمومتر تمام، بس احنا بحط صباعي عادي وبيبقى تمام التمام. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الفيديو اللي جاي هوريكم بقى الزبادي كان عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك بجد. وطبعا معلش معلش والله حقكم عليا، انا اتاخرت جدا المره دي، بس والله غصب عني كل لما اجي اصور كل لما اجي مش عارفه، حاسه ان ماليش نفس ولا يعني مش عارفه، في حاجات كده بتعطلني، والوقت ما فيش بركه في الوقت بجد، فالله المستعان. فبجد ربنا يطرح لنا البركه في كل حاجه في حياتنا، لان البركه دي اهم حاجه، الاهم حاجه في الحياه هي بركه ربنا سبحانه وتعالى، بتخلي القليل كتير. وطبعا يعني البركه من عند ربنا، رضا من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا يعني ايه رمضان شهر الخير بجد، شهر الخير، يعني ايه كنا نتمنى السنة كلها تكون رمضان، فالحمد لله على كل حال. طبعا انا بملى الكوبايات اهوت زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى ايه هشغل مكنة الزبادي واشوف ايه اللي ورايا تاني ونعمله. طبعا الفيديو ده يعني ايه مش كبير، بس قلت ايه علشان برضو ان انا اتأخرت عليكم كتير، فما ينفعش بقى ان انا اتأخر اكتر من كده. وطبعا اتمنى ان انا لو خفيفة على قلبكم تحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة علشان ان شاء الله القناة تكبر وتكبر. ويا ريت بقى تعملوا لايك علشان الفيديو ينشاف ويترفع، علشان بجد عاوزة شوية تحفيز يا جماعة، عايزة شوية تحفيز. المهم بدأت بقى ايه ان انا ايه انشر، كنت انا غاسلة من بالليل، وقلت بقى الصبح ان شاء الله انشر الهدوم دي. طبعا الهدوم دي كلها غوامق، فيعني ايه انا طبعا عامله يوم للفواتح ويوم للغوامق، فدول كانوا كلهم غوامق، بناطيل جينز بقى على عبيان سودا على بناطيل برضو لونها اسمر كده، يعني فايه
دول مع بعضهم كده. طبعا الايام دي بجد الجو جميل قوي، جميل بجد والله. يعني الواحد كان بينشر كده ومستمتع بجمال الجو. وكمان خدت لكم لقطة كده يعني ايه في الشارع والناس اللي ماشية وكلام من ده. يعني ايه بجد رمضان له روحانيات حلوة قوي بجد والله، حلوة قوي قوي، يعني تخش القلب بجد. وتحس ان قلبك مرتاح لما تشوف الناس كده والقرآن بقى بتاع المغرب لما بيكون شغال، لا بجد روحانيات عالية يا جماعة والله. فربنا يبارك لنا في رمضان يا رب، ويبارك لنا في عمرنا وفي اوقاتنا وفي صحتنا وفي كل حاجة في حياتنا. قولوا امين امين يا رب العالمين. طبعا ان شاء الله بمشيئة الرحمن. يعني انا طبعا ما جددتش المطبخ بتاعي قبل رمضان، بجد لقيت الوقت دخل عليا كده وبس. ان شاء الله ان شاء الله بمشيئة الرحمن عاوزة اجدد بقى المطبخ، مش مهم على رمضان، على العيد حتى يعني نحس شوية بالتجديد في المطبخ. فان شاء الله هحاول اعمل شوية تجديدات كده قبل طبعا ان احنا بقى كركبة العيد وكلام من ده. بس انا طبعا زي ما انتوا شفتوا قبل رمضان انا كنت مظبطة الشقة بتاعتي علشان رمضان وكده، فان شاء الله مش حاجات كتيرة يعني. طبعا كنت خلصت نشير، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، 16 حبل مليانين على اخرهم. ربنا يدينا الصحة. وحبيت ايه اخد لكم لقطة كده وايه، وبصيت كان في قطر معدي فقمت بص عليه كده يعني. وهدخل بقى على المطبخ ونشوف الفطار بتاعنا هيكون ايه. تتخيلوا يكون ايه؟ هقول لكم دلوقتي. هو سمك، مش عارفه هو الفيديو ده يعني الفيديو اللي قبليه سمك والنهارده سمك، بس السمك النهارده بطريقه مختلفه يعني. طبعا كان البصل دوت كنت انا شاريه شويه بصل كده حلوين، فقلت بقى ايه علشان ما يبوظوش، قلت بقى ايه اما اضربهم في الكبه كده، خليت الولاد قشروهولي، وقلت بقى اما ايه اضربه في الكبه واحطه في الفريزر. بجد يعني الحاجات تفريزات بدي بجد والله يا جماعه بتفرق. ليه بقى؟ لانك احيانا بتكوني مستعجله ما بيكونش عندك وقت، فايه بتعملي ايه بتلاقي بتشدي من الفريزر بقى اللي انت عاملاه، تلاقي نفسك انجزتي وفي ثواني تكوني خلصتي، مش في ثواني قوي يعني، بس يعني ايه اقل من ساعه ان شاء الله تكوني مخلصه الفطار. بجد التفريزات بتفرق جدا 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 يعني، والله بجد يعني بتفرق والله وبتنجز معاكي وقت. المهم هملى الكبة وهضربهم واحطهم بقى في اكياس وادخلهم على الفريزر، وهتشوفوا ده معايا دلوقتي. طبعا يا ريت لو وصلت معايا هنا لحد هنا تعملي ايه، تعملي لايك، وتعملوا ايه، تعملوا اشتراك للي مش مشترك كده يعني. وطبعا اهلا ومرحبا وسهلا وعلى راسي من فوق والله اللي دخل مشترك جديد عندي في القناة، على دماغي ونورتوني وكترتوني وشرفتوني. ويا ريت القناة تكبر اكتر واكتر وتتشاف يا رب يا رب. هحاول والله هجتهد اكتر من كده. فبجد الله المستعان، ادعوا لي بصلاح الحال، وانا كمان بدعي لكم ان ربنا يصلح حالكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. قولوا امين لعلها تكون ساعة اجابة. يا امين يا رب العالمين. ربنا يصلح حال الناس جميعا يا رب، ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا، ويريح بال الناس جميعا يا رب، لان بجد الايام دي صعبة والحاجة بقت غالية جدا جدا. فبجد ربنا يكون في عوننا جميعا، وربنا يطرح البركة في حياتنا جميعا يا رب. طبعا البصل كنت ضربته ما حطيتلوش لا ملح ولا اي حاجه، ما شاء الله اللهم بارك، هو انضرب كويس جدا من غير ما احط له ملح ولا حاجه. وايه وقلت بقى اما احطه على 3 اكياس كده مثلا تكفيني الطبخه، اخد حته مثلا وهي متلجه كده واقوم مدخله الباقي كده يعني. طبعا الحاجات دي بتفرق معانا، بتفرق في الوقت طبعا بتنجز معاكي وقت. طبعا ايه ببطط الكيس زي ما انت طبعا الكادر مش مظبوط قوي معلش حقكم عليا، بس انا ببطط الكيس علشان ان هو يعني ما ياخدش مساحه في الفريزر. لما بتعمليه مكلكع كده بتحس ان هو بياخد معاكي مكان في الفريزر، فانا ايه مبططاه كده علشان ما ياخدش مكان. هما طبعا عملوا لي 3 اكياس، وكمان كان متبقي معايا برضو بصل، خدته بقى ايه للصلصه بتاعه السمك اللي انا هعملها. طبعا انا بحب في السمك اللي هو في صلصه، بحب ان هو يكون إيه يكون البصل بتاعه كتير علشان يبقى ايه تحس ان الصلصه مسكره كده وطعمها حلو. زي ما انتوا شايفين كده بقى، قلت اما اضرب الطماطم علشان برضو ايه اكون موضبه الحاجه بتاعتي. الاكياس اللي انا عملتها البصل وريتها لكم اهو، هدخلها بقى ايه في الفريزر. ضربت الطماطم، حطيت بقى شويه زيت، ونزلت بقى بشويه البصل الحلوين المحترمين دول،
وزودت شويه زيت لان حسيت ان الزيت قليل. طبعا انا هتعملي ايه يا رانيا؟ ما تقولي لنا بقى، ما انا قلت لكم يا جماعه انتوا نسيتوا، خليكم مصحصحين معايا كده. عملت ايه يا هانم انت وهي؟ هعمل بقى سمك في صلصة، ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه جميل وعسل عسل عسل 3 عسل. وهعمل بقى رز معمر جنبيه او رز مدسوس زي ما بنقول في كفر الشيخ، وشوية رز اقسم بالله كانوا بجد طعمين وعساسيل وحلوين او مفرفرين وجمال بجد والله. هتشوفوه دلوقتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد كانوا شوية رز عسل 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 3 عسل. طبعا حطيت حتة زبدة بلدي محترمة كده، وحطيت بقى شوية زيت، وبدأت ان انا اغلف الرز كله، وحطيت له ملح طبعا بالمادة الدهنية اللي انا حطيتها ديت. بقى الصلصة حطيت لها كمون وكزبرة ناشفة، وحطيت لها بابريكا، وحطيت لها 7 بهارات وفلفل اسود انا قلت تقريبا، وبس كده. طبعا الزيت ده كان عندي كنت محمره فيه بطاطس، فقلت بقى اما اصفيه واحمر فيه السمك. وحطيت كمان قرن فلفل كده، هو طبعا مش حراق للصلصه بتاعتي، علشان يطعمها ويبقى طعمها حلو كده ويبقى جميل. طبعا انا هعمل صينيه السمك ديت في الفرن البلدي بتاعي اللي هو فرن الغاز. ما شاء الله بجد كان يعني الاكل في اليوم ده كان تحفه. طبعا التصوير ده علشان اكون صريحه معاكم من كام يوم، بس انا طبعا يعني قلت طب انت مصوراه، طب ما تنزليه علشان برضو ما ان انت ما يعني ما تغيبيش عن اخواتك ومتابعينك. فقلت لا لازم انزل لكم بمشيئة الرحمن الفيديو ده النهارده. ما شاء الله اللهم بارك، كانوا شوية طبعا اللي مش عارفة اللي وقع في الرز شلته بسرعة، فالحمد لله على كل حال يعني. وطبعا اللبن ده كان لبن جاموسي وزودته مية، وهدخله طبعا في الفرن البلدي بتاعي، وهيبقوا شوية رز زي العسل. طبعا انا كنت حطيت سيكت كده فلفل اسود على الرز بيطعمه برضو، وبدخله الفرن اهو بشويش. وبدأت كوكي بقى تعمل لنا السلطة علشان كان الوقت أزف، وقلت لها خلصي السلطة يا كوكي على بال ما ادخل بقى الحاجة في الفرن واجي علشان نعمل العصير بتاعنا. طبعا هي ماما قالت لي انا عايزه البس جلافز، فقلت لها ليه يعني يا كوكا؟ قالت لي والنبي يا ماما خلينا البس جلافز. قلت لها خلاص يا ست البسي، انا هقول لك يعني. المهم عامله نفسها شيف يعني عشان تكونوا عارفين. المهم بدأت بقى ان انا اعمل العصير بقى البرتقال. وكان بقى اليوم ده كان اللي هو على صينيه السمك اللي في الصلصه، وكان رز معمر، وطبعا شويه العصير، وعملنا السلطه وشويه مخلل بقى، والحمد لله فضل ونعمه. وطبعا علشان ما غب يعني ما احبش ان انا اغيب عليكم كتير، فيديو خفيف كده، وان شاء الله بمشيئه الرحمن احاول بقى يعني ان اطول لكم في الفيديو شويه، ويكون يعني فيديو يعني الفيديو الجاي ان شاء الله يكون يعجبكم. بس انا مش عايزه احب يعني ان انا اغيب عليكم بجد والله، فسامحوني لو الفيديو ده يعني ما عجبكمش ولا كده. اتمنى ان هو يعجبكم، وان انا اكون خفيفه على قلبكم. طبعا زي ما انتم شايفين انا لسه بقشر في البرتقال، وهعمل بقى العصير بتاعنا ونغرف الاكل بتاعنا. وكان ده فطارنا، والحمد لله فضل ونعمة، ربنا يديمها يا رب نعمة ويحفظها من الزوال، ويجعل بيوتكم كلها عمرانة بالخير والبركة والرضا من ربنا سبحانه وتعالى والستر يا رب، اللهم امين يا رب العالمين اجمعين يا رب. يا رب بس يكون الفيديو خفيف عليكم ويعجبكم يا رب يا رب. طبعا الفانوس اللي هناك ده قاعد لي بقى، وحاطط شوية التمر في حجر وكده. يلا مش عارفة، كان نفسي بجد والله اعمل المطبخ قبل رمضان، وبجد بجد كان نفسي اعمله لكم قبل رمضان، فاكيد لعله خير. ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجة وحشة، فالحمد لله على كل حال. طبعا حطيت السكر، انا ما بحبش اعمل اي نوع عصاير يكون مسكر، يعني اللي يدوبك القد على القد كده علشان ما يبقاش مسكر وتحس بالطعم الطبيعي للعصير. فده احسن حاجة ان انت ما تكتريش السكر بتاعه. فانا مش بحب اكتر السكر في اي عصير عموما، علشان تحسي بطعم الحاجة طبيعي كده. وطبعا كنا عملنا كمان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش عارفه راحت مني ليه. عملنا فراوله بالحليب كمان، لان طبعا احنا بنعمل نوعين عصير.
بس ده ما صورتوش معاكم يعني، بس انا بقى ايه صورت معاكم البرتقان، وطبعا لازم اصفيه من التفل اللي بيبقى فيه وكده. والحمد لله فضل ونعمة، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. طبعا الشفشق ده لو تفتكروا كان في مشتريات السنة اللي فاتت، ما كنتش طلعته والله، فطلعته بقى السنة دي. وعندي كمان ديسبنسر حلو قوي ان شاء الله هطلعه قبل ما رمضان يخلص بمشيئة الرحمن، وهوريه لكم، هو حلو قوي. كنت طلعت بقى صينية السمك بتاعت الجميلة من الفرن، وكمان صينية الرز، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بجد يعني كانوا شوية رز زي العسل والله. والحمد لله فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا حطينا الفطار اهوت، وده كان فطارنا. ويا رب الفيديو كان خفيف على قلبكم، واكون انا كمان خفيفة على قلبكم. وطبعا ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة، وطبعا يا ريت تشيروا القناة علشان ان شاء الله تكبر اكتر واكتر بيكم. ويعني اسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع الف سلامة، باي باي.